هذا هو السؤال ديال الفينال، السؤال ديال الزعيم الأخير فاينل بوس. ملي بنادم كيبدا يجبد الباسبور الثاني كتعرف أن اللعبة دخلت لواحد المستوى آخر ديال التعقيد. هذا الموضوع قانوني حساس ودقيق، وبالطبع غنذكروا الأصدقاء اللي كيستمتعوا بالأجواء الاستوائية باللي العالم راه قرية صغيرة. بسم الله السي المقاول، التحدي ديالك وصلنا معاه لبلاد الصنبا والقهوة. صاحبك البروفيسور ملي تزير هنا في المغرب كيحاول يستعمل الجنسية البرازيلية ديالو كدرع آخر، بحال شي واحد طاح في الماء وكيقلب على أي عود يتعلق به. الضحايا خصوصا اللي خارج المغرب كيتسائلوا واش بصح هرب منها، واش حقنا ضاع. الجواب هو لا، ولكن اللعبة غتبدل الطيران ديالها. أولا، الدرع البرازيلي حقيقة عدم تسليم المواطنين. هذه هي المعلومة الأولى والأساسية اللي خاص كل شيء يعرفها. شنو كيقول الدستور البرازيلي؟ المادة 5 البند 5 من الدستور الفيدرالي ديال البرازيل واضحة وضوح الشمس: نينيون برازيليرو سيرا استراديتادو، أو بالدارجة حتى شي مواطن برازيلي مولود في البرازيل ما غيتسلم لدولة أخرى باش يتحكموا تما، واخا يكونوا دايرين أكبر الكوارث. هذا المبدأ كاين في بزاف الدول في العالم وكيتعلق بالسيادة الوطنية وحماية المواطنين. إذا الجواب المباشر على السؤال واش نقدروا نجيبوه للمغرب رغم أنفه هو لا. ما يمكنش المغرب يطلب من البرازيل تسلموا ليه والبرازيل ما غاديش تسلموا. هاد النقطة خاصها تكون واضحة. ثانيا، من درع إلى فخ كيفاش يمكن متابعته في القلعة ديالو؟ هنا فين بزاف ديال الناس كيغلطوا، كيقولوا صافي مادام ما غيتسلمش اذا راه فلت، وهذه اكبر غلطه، حيت القانون البرازيلي اللي كيحميه من التسليم هو النيت اللي ممكن يورطوه تما في البلاد ديالو. القانون البرازيلي كيقول واخا ما كنسلموش المواطن ديالنا، ولكن الا دار شي جريمه برا البلاد، وخصوصا الا ديك الجريمه عندها اثار على البرازيل او داخله في اتفاقيات دوليه، راه كنقدروا نحاكموه حنا هنا في الاراضي البرازيليه. شنو هما الجرائم اللي ممكن يتدعوه عليها في البرازيل؟ واحد، النصب والاحتيال، استيليوناتو. الجريمة ديال النصب اللي مارسها على آلاف الضحايا، مغاربة جزائريين تونسيين وغيرهم، هي جريمة معاقب عليها حتى في البرازيل. إلا تبت أن الفلوس ديال هاد الضحايا دخلت لحسابات بنكية في البرازيل، أو أن العملية ديال النصب كانت كدار من الأراضي البرازيلية، هنا السلطات البرازيلية كتولي مختصة. زوج، غسيل الأموال، لافاجيم دي دينيرو، هذه هي النقطة الأخطر عليه. الفرضية كتقول أنه كيشد الفلوس اللي جاية من الكوتشينغ، اللي هي أموال متحصل عليها من نشاط مشبوه، وكيصبنها عن طريق الاستثمار في العقار في البرازيل، بحال ديك الشركة الصفراوي إيموبيلز. هذه جريمة خطيرة جدا في البرازيل، والعقوبات ديالها قاصحة بزاف. 3، التهرب الضريبي، سونوغاسيون فيسكال. ملي كتدخل ملايين الدولارات لحساباتك في البرازيل، خاصك تخلص عليها الضريبه للسلطات الضريبيه البرازيليه، ريسيتا فيدرال. الا ما صرحش بهاد المداخيل، هذه جريمه فيدراليه كتقدر توصل للحبس. كيفاش يمكن للضحايا يحركوا هاد المتابعه؟ واحد، شكاية جماعية موجهة للسلطات البرازيلية. الضحايا خصوصا اللي خارج المغرب يقدروا يتجمعوا ويوكلوا محامي برازيلي. هاد المحامي غيجمع الأدلة كلها، تحويلات بنكية، فيديوهات، شهادات، وغيحط شكاية مباشرة عند الشرطة الفيدرالية البرازيلية أو عند النيابة العامة الفيدرالية، مينيستيريو بوبليكو فيدرال. هاد السلطات إلا شافت أن الأدلة قوية غتفتح تحقيق معمق وتقدر توصل لتجميد الحسابات ديالو ومتابعته قضائيا تما. ثالثا، القفص الذهبي، ورقة الانتربول. واخا ما يمكنش نجيبوه من البرازيل، ولكن السلطات المغربية عندها ورقة أخرى قوية. واحد، شكاية في المغرب، الضحايا اللي في المغرب يحطوا شكاية موحدة عند وكيل الملك. زوج، أمر دولي بالإلقاء القبض. بناء على هاد الشكاية، النيابة العامة المغربية تقدر تصدر أمر دولي بالإلقاء القبض ويتم تعميمه عبر منظمة الانتربول على شكل نشرة حمراء، ريد نوتيس. شنو هو التأثير ديال هاد النشرة؟
صحيح أن البرازيل ما غتنفدوش، ولكن الصفراوي غيولي سجين داخل البرازيل. إلا فكر غير يخرج من البرازيل ويمشي لأي دولة أخرى في العالم، أوروبا، أمريكا، دبي، اللي عندها اتفاقيات مع الانتربول، غيتم إلقاء القبض عليه فورا وتسليمه للمغرب. هنا داك جواز السفر البرازيلي اللي كان دير حماية غيولي هو السور ديال القفص الذهبي. عنده الفلوس ولكن ما يقدرش يتحرك من بلاد وحده. الخلاصة هي أن القانون بحر كبير، واللي كيحسب لي غيعوم فيه بلا ما يعرف قوانينه كيغرق. والصفراوي دابا كيتخبط وسط هاد البحر، والضحايا هما اللي في يديهم يرميو ليه طوق النجاة أو يخليو الأمواج ديال القانون دير خدمتها. للضحايا في المغرب والخارج حقكم ما ضاعش، اللعبة ما سالاتش، اللعبة يلاه بدات في واحد التيران آخر. طريق هي تجمعوا وكلوا محامي برازيلي وحطوا شكاية في البرازيل بتهمة النصب وغسيل الأموال. هاد الجوج ديال الطرقات إلى تمشاو في خط متوازي غيتزير من كل جهات. لصاحبنا المقاول، أستي عزيز، شفتي دابا فين وصلت الأمور؟ شفتي صاحبك البروفيسور كيفاش ولا محاصر بالقوانين ديال الدول اللي كان كيتخبى فيها؟ هادشي هو نتيجة طبيعية ملي كتبني مشروع على الوهم والتلاعب. في بلاصة ما يكون سفير ناجح للمغرب في البرازيل، ولا نموذج ديال واحد كيحاول يستغل القوانين باش يهرب من المسؤولية. وهاش هذه هي الصورة اللي بغيتو تعطيو على المقاول المغربي الناجح؟ كنتمنى الأجواء في الاستثمارات العقارية في البرازيل تكون مزيانة. غير هو واش في خبركم أن السلطات البرازيلية حساسة بزاف الموضوع مصدر الأموال source of funds؟ غير معلومة بسيطة ممكن تفيد في البزنس.